عارف لما تدخل مكان وتلاقي شخص عادي جدا، مش شرط يكون أغنى واحد ولا أوسم واحد في القعدة، بس مجرد ما بيدخل الأنظار كلها بتروح له. تلاقيه بيتكلم الكل بيسمع، ولما بيغيب بيسيب فراغ وتلاقي الناس كلها بتفتكره وتتكلم عنه بالخير. وفي المقابل تلاقي حد تاني عمال يتنطط ويبذل مجهود خرافي عشان بس يلفت الانتباه ويقعد يقول نكت ويستعرض نفسه، ومع ذلك الناس بتبقى زاهدة في قعدته وبيكونوا حاسين انه تقيل على قلبهم. الفرق بين الاتنين دول هو الشفرة النفسية للجاذبية. الجاذبية الحقيقية ما بتتشريش بانك تمثل الجاذبية. تعال أنا أقولك تفاصيل الجاذبية الهادية اللي هتقلب موازين أي قعدة هتدخلها. وأول تفصيلة معانا وهي تأثير المستمع الغامض. بطل رغي بزيادة. أكبر غلطة بتموت الكاريزما هي إننا بنبقى قاعدين دايما عايزين نتكلم ونستعرض نفسنا ونستعرض إنجازاتنا. الشخص اللي بيقعد يحكي قصة حياته وإنجازاته لكل من هب ودب ده عقله الباطن بيوصل للناس رسالة إنه محتاج لقطة تعاطف أو إعجاب، وده بيفصل الجاذبية فورا. صاحب الكاريزما الحقيقية بيتكلم بميزان الذهب، كلامه قليل ونبرة صوته هادية وما بيقاطعش حد. لما تقعد مع حد اديله مساحة يتكلم عن نفسه واسمعه بجد وبتركيز. البشر بيموتوا في اللي بيسمعهم ويديهم اهتمام نظيف. لما تكون مستمع ذكي وقليل الكلام بتخلق حوالين نفسك هالة من الغموض والوقار، تخلي الكل عايز يقرب منك ويفهمك. تاني تفصيلة معانا وهي سيكولوجية الثبات والهدوء الحركي. معلش الكلام يبان مجعلص شوية. بص على لغة جسدك في أي قعدة كده. الشخص المهزوز بتلاقي حركته كتير، بيلعب في تليفونه كل دقيقتين، بيهز رجليه أو عينيه رايحة جاية في المكان، بتلاقيه بيراقب نظرات الناس. كل دي علامات قلق بتقلل من هيبتك. الجاذبية بتقولك امتلك مساحتك، اقعد مفرود الظهر، حركات ايدك تكون بطيئة وموزونة، وبص في عين اللي بيكلمك بثبات ومن غير توتر. الهدوء الجسدي ده بيترجم في عقول اللي حواليك على إنك شخص مسيطر على نفسه وواثق من مكانته، والثقة دي معدية وبتجبر الكل يعمل لك ألف حساب. تالت تفصيلة معانا وهي التصالح مع النقص البشري. بطل تمثيل. مفيش حاجة بتطرد الناس من حواليك قد الادعاء والمثالية الزائفة. اللي عايش دور إنه ما بيغلطش وعارف كل حاجة في الكوكب ومنزه عن العيوب بيتحول لشخص بلاستيك ملوش روح. الناس بتنجذب للشخص الحقيقي. عادي جدا لما حد يسألك عن حاجة وتقوله ما عنديش فكرة عنها، بس هقرأ فيها وهقولك بعدين. وعادي تضحك على غلطة عفوية عملتها من غير ما تتوتر أو تبرر للناس بالدقايق. لما الناس بتشوفك متصالح مع نفسك ومش بتمثل عشان تعجبهم، بيحسوا بالراحة والأمان في قعدتك، لأنك ببساطة شلت من على كتافهم عبء التمثيل هم كمان. رابع تفصيلة وهي الأهم شوية وهي طاقة الاستغناء. قيمتك مش في عيون الناس اللي حواليك. الشفرة دي هي الأكسجين بتاع الكاريزما. طالما انت داخل مكان وعينك على يا ترى شايفني ازاي، يا ترى هيحبوني ولا لأ، طاقتك هتوصل لهم في شكل انك بتشحت الاهتمام. ادخل اي مكان وانت مقتنع ان قيمتك ثابتة وجواك انت بس، مش مستني صك اعجاب من حد. اللي يقدر قعدتك يبقى على راسك، واللي يتجاهلك اعتبره هوا وما يشغلكش. طاقة الاستغناء والبرود دي بتخلق بريق مرعب وبتخليك شخص غير مضمون وعاصي على الامتلاك. والنوع ده بالذات يا صديقي هو اللي الكل بيموت عشان يكسب رضاه وقربه. يا صاحبي الجاذبية مش قناع بتلبسه الصبح. الجاذبية هي إنك تحب روحك وتقدر جسمك وصحتك الأول بالمسطرة. لما تملى نفسك بالتقدير النور ده هيطلع على وشك وهتلاقيه باين في تصرفاتك.
وهتلاقي الكوكب كله بينجذب ليك تلقائيا من غير ما تبذل أي مجهود.